بص يا تامر بقى، الفقره هنا دي مختلفه شويه. احنا دي اسمها فيس اوف. اكيد طبعا بما ان انت راجل بتتكلم على توم هانكس وبتتكلم على كل السينما، فانت عارف اكيد فيلم فيس اوف. صحيح. فيس اوف احنا بنسويتش الرول. انت وقتها بتبقى انت الهوست وانا الجست. فدورك بقى دلوقتي تسالني الاسئله اللي انت عايزها. ماشي قول لي بقى تسالني على ايه. سؤال مهم قوي. الفترة اللي فاتت دي العالم كله بيتكلم على الستارت اب، على 15 20 سنة اهو. وفي السنة اللي فاتت بالذات يعني 23 24 اكتر سنتين الناس بتتكلم على الارتفيشال انتليجنس. وانت ليك باع في اكتر من سيكتور من السيكتورز بتاعت البيزنس. فلو انت هتفتح شركة بكرة الصبح هتستخدم فيها هتبقى شركة مبنية على الاي اي ولا بيزنس موديل عادي بدون الاي اي؟ فاهم قصدي؟ يعني في شركات بتبقى مبنيه الكور بتاع الفكره artificial intelligence، وفي شركات تانية بتبني بيزنس موديل عادي والاي اي يخش يشتغل بالقدرات بتاعته بعد كده. فانت هتعمل ايه؟ يعني بص، انت سالت سؤال بس مش عارف اجاوب عليه ولا لا، لان هو الاجابه مالهاش علاقه بالاي اي. يعني انا من زمان وانا كان حلمي يبقى عندي مطعم. يعني ولغايه دلوقتي بيراودني هذا الحلم. يعني لو بايدي افتح بيزنس جديد هعمل مطعم. لدرجه انه في سنه من السنين قبل الثوره على طول كنت كمان خلاص خدت فكره. يعني ابتديت حتى وقتها مش لسه بقى اشتغلت في مجال الادفرتايزنج حاليا دي ديجيتال سوليوشنز. رحت لواحد صديق ليا وقلت له على اسم المطعم. كنا حتى مختلفين وكان اسمه رايس اند باستا. فكرته ان احنا بنقدم كل حاجه برز او مكرونه. كنا حتى يعني انا ومراتي وقتها بنفكر طب نسميه رايس اند باستا ولا نسميه رز ومكرونه عشان برضه الكاتشي نيم. ورحنا شفنا مكان، وكمان كان في معرض كده بيتعمل كل سنه للمستلزمات والاجهزه بتاعت المطاعم الكافيه بيتعمل هو في كل سنه في قضيه شعبيه. ايوه. ورحنا شفنا حاجات ومش عارف الجريل ايه وكل حاجه. وخلاص كنا هناخد الخطوه. لحسن الحظ جت الثوره. سبحان الله. لانه لو كنا فتحنا وجت الثوره كان يعني مشغليني معاك دلوقتي نجيب لي عيش وحلاوه مثلا. فالمطعم من الحاجات اللي هي بحب جدا جدا اعملها. وليه بقى برضو؟ المطعم مش بتقدم اكل بس، انت بتقدم سيرفيس. وانا من الناس اللي فان اوف ان انا اعمل حاجه فيها سيرفيس. فلدرجه حتى كمان يعني من ضمن اللي فكرتني بتقولي حاجه يعني قريبه لقلبي قوي، حتى المطعم السكشنز بتاعته كنا هنسمي حاجات باسماء فاني شويه. يعني مثلا تعالى هتاكل في السكشن او الجزء او يعني المكان اللي فيه اسماعيل ياسين، فتلاقي كل الحاجه براند اسماعيل ياسين. ولا تيجي عند فتح القصري ولا تيجي عند مش عارف ايه. فكنا حتى المطعم ذات نفسه هيبقى فيه سكشنز، والناس اللي هتقف في كل سكشن او قسم ده هيلبسوا لبس ليه علاقه بالفليفر ده. فده بصراحه من الحاجات فكره حلوه جدا، فكره حلوه جدا. وطبيعه الحال الاي اي ممكن يساعدك فيها طبعا. ازاي بقى؟ حاجات كتيره بقى، من اول مثلا الوصفات سواء اللي انت عايز تعملها او الجديده حتى. نمرة 2 غالبيه السيستمز بتاعت المطعم الاي اي دلوقتي بيخش فيها. بس مش هنروح للمناطق الفانسي بتاعت ان يبقى عندنا روبوت وماشينز بتقدم الاكل للناس. انا حتى شايف ان دي مش فكره كمان انها فانسي، دي بتفقد العلاقه الانسانيه اللطيفه ما بين اللي بيقدم لك الحاجه وياخد منك الاوردر انما داخليا كانترنال سيستم الاي اي ممكن يوفر وقت كتير قوي فيه. كنت متوقع الاجابه دي ان انا مطعم؟ لا انا قلت حاجه في البيزنس مش مطعم. اوكي، طب لو عملت المطعم ده تشاركني؟ هشاركك طبعا مليون في المية. انا كمان نفسي اعمل مطعم. ايه؟ من زمان. لا مع اختلاف يعني الافكار، بس نفسي اعمل حاجه زي كده. فكرت في حاجه يعني؟ فكرت في حاجه بس يعني اسرار بقى. ولا في الحلقه احنا لسه كنا قايلين من شويه خليك ان شاء الله نعمل المطعم ده، يا اما نعمله مع بعض او لما نعمل المطعم ان شاء الله تكون اول واحد مدعو باذن الله. باذن الله. اوكي، شكرا يا تامر ونلتقي دايما على خير. يلا سلام عليكم.